السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم طيب ويومكم سعيد ونهارك اسود فوق راسك وراس اللي جابك يا عمرو موسى. انت ما وراكش حاجة غيرنا يا عم السنة دي. يا عم انت ما وراكش حاجة غير الناس العمالة، يا دولة تغبص في دولة يا تنكش في. انت يا عم الراجل عم تطلع من ميتين الاستوديو بتاعك تلقى عربية خاصة، تروح تلقى المدام مجهزة لك الاكل، واولادك اذا كانوا في شرم ولا في الغردقة ولا بيدرسوا في فرنسا ولا في اوكرانيا ولا في ايطاليا. يعني ايه تقول الجو هادي والدنيا هاديه وليبيا واللي عاوز يعمل إيه؟ انت مالك انت ومال ليبيا يا راجل؟ ليبيا ما شايله لك 10 مليون عاطل مصر في ليبيا هنا ياكلوا ويشربوا. اي دوله مش هتقبل بيهم يا راجل. انت فاكر نفسك بعت هنا الدكاتره ولا المهندسين؟ ده كلنا عمال، كلنا عمال فاشله. لو ما عندنا شهايد زي الناس مش هنطلع برا مصر. وثلاث ارباع الناس، الدوله الوحيده على مستوى العرب اللي سامحه للعماله قاعده فيها بدون ورق، وسامحه للعماله قاعده فيها بدون اي حتى اثبات شخصيه، وتفضل قاعد وتدور وتشتغل وتطلع وتروح بالحب وتروح معزز مكرم في الطياره لحد مصر. راح شوف السعوديه اما تعمل لها كيف العماله بتاعتها، اللي العامل دافع 80,000 و70,000 في الفيزا ودايرين يمسكوه من على الشغل وهم يبهدلوا فيه. ولا روح شوف الكويت عاملين في العماله بتاعتك. الكفله متجوزه الناس في السعوديه، اقسم برب العزه الكفله متجوزاهم. الكفله متجوزه الناس هناك. الواحد اديله 13 سنه هنا ما دفعش دينار ولا درهم لكفيل يا راجل. وكذب عليك اللي يقول لك ليبيا مش حلوه. اقسم برب العباد لو لفت الوطن العربي اجمع ما هتلاقي دولة تعرف تنجح فيها ولا تعرف تاكل فيها عيش غير ليبيا. كفاكم استهزاء يا راجل بالعرب وقاعدين تعضوا ببعض زي الكلاب. انت مالك انت ومال ليبيا والعالم غايبة وروسيا مش عارف غايبة مع مين ومش عارف مين، واللي عايز حاجة يعمل حاجة. هتعمل ايه يعني؟ هتيجي تحتلها انت مثلا؟ ولا انت عايز تعمل ايه يعني؟ ولا عايز توصل الدنيا فتنة؟ ولا ما انت يا عمي انت راجل يا عم لما تطلع في الاستوديو بتاعك الصبح تروح تفضل تعوعو زي الخنزير، وبعد كده ترجع تروح تلقى المدام محضره لك الاكل وعيالك ان كانوا في شرم ولا في الغردقه ولا في. انت لا عايل هم تعليم، لا عايل هم صحه، لا عايل هم بنيه تحتيه، لا عايل هم اي شيء يا راجل. مالك انت ومال ليبيا ومالك ومال اللي في ليبيا ومالك ومال حال الليبيين ومالك ومال الناس يا راجل؟ خليك في حالك يا راجل. بره ناقش قضيه فلسطين ولا خايف من اسرائيل تضربك؟ شوف قضيه فلسطين وين روح ناقشها، ولا ناقش قضيه سوريا اللي منجحين في الملاجئ لحد الآن، ولا بره ناقش قضية اليمن اللي أطفالها يموتون جوعا يا راجل. اتحشم على دمك يا راجل، خلونا في حالنا الله يرحم والديكم. يعني لا منها سايبنا نشتغل داخل الدولة وفتنها لكم فتنها للحرامية اللي خنبوها وسرقوها، ولا منها سايبنا نشتغل بره الدولة. طب ليبيا عارفانا قاعدين جايين كلنا تهريب وكلنا ما عندناش ورق، اللي عليه جيش واللي راح يروح السعوديه لقي نفسه فيروس، واللي لقي نفسه واللي عليه جواد والدوله هنا مش نايمه مش عبطه. هم ما تحطوش في دماغكم يا جماعه ان ليبيا دي ساحه ما فيهاش حكومه ولا شرطه ولا امن ولا الكلام الفاضي ده. بالعكس في شرطه وفي جيش، بس هي وقت ثوره زي فرنسا قعدت في الثوره بتاعتها على ما نجحت، قعدت 18 سنه. انت مالك يا عم ومال ليبيا ومالكم ومال ليبيا ومالكم ومال الناس اللي في ليبيا؟ قاعدين ناكل عيش احنا هنا. ان جينا عندك، ما انا روحت قعدت سنتين في مصر حاولت استثمر ولا اعمل اي مشروع ما لقيتش مكان. خدوها النصابين وخدوها الحراميه مصر. عشان نبقى من الاخر، هتفضل دولتنا مصر ابن الضابط ضابط وابن الدكتور دكتور وابن العسكر عسكر وابن البواب بواب لحد قديم الازل. حكمها السيسي حكمها غير السيسي، هتفضل على هذا الوضع. خليكم يا راجل قاطع الراس خليكها يا راجل. والله العظيم اقسم برب العباد الدولة الوحيدة على مستوى العرب اللي قاعدة تتحمل في الاجانب، والاجانب ملكوا فيها ليبيا، والاجانب عاملين فيها احسن مشاريع ليبيا. اطلع سوق الخضار هتلاقي مصريين اللي مالكين البركات والمحلات. تعال سوق جملة الملابس هتلاقي شغالين فيه مصريين. روح لمحلات القطع هتلاقي فيه مصريين. روح للمطاعم هتلاقيها مصريين. ايوه كل واحد شغال، بس احنا فاتحين بيوت. فاتحين بيوت يا عمي يا استاذ عمرو، ولا شو اسمك انت، ولا مش عارف مسماك رب. ليبيا والدنيا فاضيه واللي عاوز يعمل حاجه يعملها.
ما انت اصلك هتطلع من الاستوديو مش هتجاب لك بوابه ولا هيجاب لك شرطي يقول لك وين رايح ولا وين جاي، انت هتروح تطلع تنام في بيتك معزز مكرم. يا جماعه الخير الله يرحم والديكم، كفاكوا تضليل بالاعلام. هتقدر تسند الدول المجاوره كان بها، مش هتقدر تسندوها، فوتوها في حالها يا راجل. واللي هيتدخل في الشأن الليبي يا اما يتدخل بحاجه تنفع البلد وتنفع الدوله ويكون حاطط في باله ان عنده هنا عماله مصريه قاعده تشتغل، يا اما يفوتها على حالها يا راجل. فكونا من جو النصب سمعنا منها جو الاعلام وجو السرقه وجو الخنبه وجو النصب. انا نفسي الاقيك انت يا عمرو يا دي جاي في مره جاي بتناقش قضيه، نفسي القاك مالكم مالها ليبيا؟ اتجوزنا من ليبيا واشترينا من ليبيا وعملنا بيوت من ليبيا وعملنا شقق من ليبيا، كل حاجه من ليبيا. ولا بليبيا وحشه مشان جهه تهريب، قايمه فيها الثوره وقايمه فيها الدنيا وقايمه فيها الحروب وقايمه فيها البتاع، وعايشين واكلين شاربين، محدش اما يقولوا رايحين فين. اللي يقول لك خطف وسلب ونهب ومش عارف ايه الكلام لا، من طول ما انت محترم نفسك هنا في ليبيا وبتروح من مكانك لشغلك محدش اما يقول لك انت رايح فين ولا انت جاي منين. سيبونا في حالنا الله يرحم والديكم يا راجل. فكونا من الاعلام المضلل بتاعكم يا راجل، فكونا من جو العك الفاضي بتاعكم يا راجل. خليك في حالك انت، فتح عليك رب يعطيك ربنا من الماليه ويعطيك من يا راجل روح شوف لك الواحد مع حشا الكلام، مش عايزين الكلام يوصل لاصحابه يا راجل. لا اله الا الله محمد رسول الله. قسما برب العباد انا دي 13 سنه في ليبيا، ولو عمري في 13 سنه تانية هاجي مش هروحهم غير ليبيا، ولا هقعد ولا هشتغل ولا غير في ليبيا. والصحاب والناس اللي عملتها في ليبيا انا ما عملتهاش في اي مكان في العالم. اللي معاه ورق شغال هنا واللي معاهش ورق شغال يا راجل، وكلهم عارفين وشايفين ومطمصين. ولو مسكوا لك ال10 مليون لما هم لك هيروحوا، ولا والله ممكن اكتر من 10 مليون دول مصريين بروحهم يا راجل. مالها ليبيا؟ الافريقي شغال فيها والسوداني شغال فيها والتونسي شغال فيها والمصري شغال فيها والجزائري والجزائري شغال فيها وكل الطوائف شغاله فيها، وما فيش واحد حاطط ورقه ولا باسبور في جيبه ماشي فيه. اقسم برب العباد 5% اللي عندهم مراقب ولا عندهم اقامات. انا واحد من ضمن الناس ادير 6 اشهر الرحله هذه ما درتش اقامه لحد الان، وقاعد اروح اشتغل في اماكن حكوميه وما في حد ما يقول لك رايح فين. في مصر القسم اللي عندنا احنا في المحافظه ما اقدرش اخش من غير بطاقه. مالها ليبيا؟ مزمرع اللي مش عاجباه ليبيا يطلع منها يا راجل وفوتوها في حالها.